صحيح إن الإنسان لربه لكنود، جاحد ناكر للجميل. يا زعلان من عادي، اخطف رجلك للسجن وشوف المحبوسين بسبب لحظة ضعف، لحظة غضب، لحظة امتحان فشلوا فيها. يا زعلان من عادي، اخطف رجلك لمستشفى الكلى او الصدر او الكبد او اي مستشفى قريبة من بيتك. يا زعلان من عادي، روح مستشفى الاطفال، شوف وجع الاباء والامهات اللي يتمنوا يكون يومهم عادي. يا زعلان من عادي، خد نفس وافتكر اللي قاعد على اسطوانة اكسجين نفس. يا زعلان من عادي، قوم اعمل كوباية شاي وما تدورش على عكاز عشان رجليك سليمة، ما انت عادي. يا زعلان من عادي، اقفل باب بيتك الصغير اللي مش عاجبك وخش نام على سريرك اللي مش مريحك وطلع رغيف عيش وحتة جبنة من تلاجتك اللي رفوفها مش مالية عينك وازدري نعمة ربنا وقول عادي. قول عادي بكل وقاحة واشكي ربك لعبيده عادي. اقسم بالله احنا محظوظين ان ربنا مش زينا، محظوظين ان لينا رب بيسمعنا واحنا بنشتكي لعبيده ونستهتر بفضله ونقول عادي، وهو حليم بيدي فرقش معاه سبحانه. بتحكي القصة ان احد الملوك سأل وزيره الحكيم، اللي قال له يا وزير، هو ليه الخادم بتاعي مرتاح اكتر مني، سعيد هانئ اكتر مني رغم اني ملك وهو حاله على قده؟ فالوزير قال له جرب معايا يا سيدي قاعدة 99. فسألوا ايه قاعدة 99 دي؟ فالوزير قال له ضع امام بيته كيس من النقود واكتب عليه 100 دينار وضع فيه 99 دينار فقط. وقد كان أرسل الملك من يضع أمام بيت الخادم الكيس وطرق الباب ومشي مضى. فتح الخادم الباب لقى الكيس، بعد شوية تعجب استغرب، لكنه خد الكيس ودخل جوه، طلع الفلوس اللي فيه عدها، اكتشف ان فيه دينار ناقص. فقال يمكن وقع هنا ولا هناك. خرج هو وأهل بيته، صح أهل بيته خرجوا يدوروا على الدينار الناقص. مر الليل والحيرة ضرب الراجل، الضيق من لغز الدينار الناقص شاغل باله، وبالتالي راح تاني يوم مرهق وتعبان وغابت الراحة من على وشه. الملك بص للوزير متعجب، فالوزير قال له وهذا حال البشر يا سيدي، يمضون أعمارهم في البحث عن 1% الناقص، ذاهلين عن 99% اللي بين ايديهم اللي رزقوا بيه. فالملك سأله أو كلهم كذلك؟ كله كده؟ فالوزير قال له إلا من شكر وامتن يا سيدي، إن من يشكر الله في ضرائه سيشكره في سرائه، ومن ضن على خالقه على ربه بالشكر الآن مهما كان هذا الآن، فلا تتوقع منه شكرا عندما ينعم عليه المنعم أو يعطيه. يا جاحد نعمة العادي، انت الغير أكحد، يا ناكر فضل العادي، أنت لما سواه أنكر.